تكون سعيد. خوتنا هذا شوف كيفاش عامل، يعني تاخذ سلك مثلا، هذا سلك تاع كابل كهرباء او حتى سلك عادي يعني ميكونش خشين بزاف، تلفو تقدر تدورو بيدك او بالكلاب او بحاجة. هذا نشوف انا دورته هكذا، وتعمل له هكا بالتدرج، 1 2 3، نحسبو مثلا هاك 1 2 3، وبعدين تنقص الرابعة تكون مشابهة لهذه، والخامسة تكون مشابهة للتاع هذا، تقريبا تحصل على 5 لفات هكذا. أول اثنين تحدثوا عن سيخ الحديد مع النحاس، قناة المجد للأسياخ النحاسية أول شخص. الشخص الثاني قناة باحث سريع اللي يضيفنا مواد وخلق مواد بالأسياخ وهاي الأمور. بعد ذلك الكل تقليد يا إخوان، انسرقت الفكرة من قناة المجد للأسياخ النحاسية. هاي هون 13 الشهر، باحث سريع 18 الشهر. أول اثنين صدمة كبيرة اللي قلبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاركم جميل خوتنا. اليوم عندنا شرح لسيخ جديد اللي هو سيخ سميناه احنا زيكو، يعني ميكو مشاكل، يعني كل مشاكل الصفحة ممسوحة في أخينا زيكو. حبينا نكرموه بسيخ، يعني سيخ خاص بالذهب، لا يعترف لا بالمشع لا بالوهمي. إذا كان خام ذهب يعطيك توازي لليمين، إذا كان ذهب يعطيك معادلة الذهب يعني، ويعطيك النسبة المئوية باتجاه الغرب. ولما تحمل هذا السيخ ياخذك مباشرة للغرب. السيخ هذا يعني كيفاش متكون من سيخ حديد طوله تقريبا 46 سنتيم، فيه وشيعة مثل هذه بندول إلياس، نزلت لكم فيديو كيفاش تركبوها، يعني وشيعة نفس الوشيعة نفس الحجم تقريبا، ومغناطيس صغير حطيناه هنا بالوسط. إذا حطيت المغناطيس مثلا أنا حطيته هنايا 15 سنتيمتر طول المقبض، حطيته هنا 15 سنتيم، يعني معلم 15 سنتيم حط المغناطيس، ياخذك الفارق التكنيزي والذهب بزوج، يقرا معادلة الفارق. لو حطيته هنا في الوسط فقط راح يعطيك الفارق التكنيسي. لو حطيته هنا يعني تخليه حوالي 2 سنتيم مثلا هكذا. زاوية السيخ لا يقرا لك الذهب، وتجوز الفضة تجوز المشع تجوز كل شيء. بالنسبة للفيديو اللي نزلناه تاع بطارية وكل شيء، أنا حطيناه هنا في الوسط تقريبا 15 سنتيم. المغناطيس هذا حطيناه في الوسط هكذا يعني، وفوق السيخ المغناطيس. صدمة كبيرة اللي قلبها السيخ هذا يا إخوان حديد مع النحاس. طبعا أنا صنعته بهاي الطريقة، موجود على القناة، موجود على قناتي. هذا الشخص يا إخوان خالط مواد حديد ونحاس، وضع بأجهزته 5 قطع كأنه مغناطيس، 5 قطع. قلنا قراب على بعض، أنا ما بستطيع يا إخوان أميز. قلنا كلها حدود بعض، تونس، الجزائر، أتوقع اليمن في حدود بينهم وبين الجزائر.
المجتمع ده ايه ده يا شيخ؟